بص النادي الاهلي ازاي عايز يتعلم. يعني النادي الاهلي وصل لكده ازاي؟ خد النادي الاهلي، خد النادي الاهلي كده، ادرس النادي الاهلي كويس قوي، ادرس العيشه جوه النادي الاهلي كويس قوي، ادرس المنظومه كويس قوي، ادرس الناس جوه تبقى عامله ازاي، ادرس العقليه نفسها تبقى عامله ازاي، بغض النظر عن ماتش النهارده، انا بس بتكلم بصفه عامه عشان الناس يقول لك ده النادي الاهلي كسب 4 النهارده وكان بيكسب 5 و6 وعادي جدا وبيكسب بايه؟ ده بص مين اللي قاعد بره وبص موجود مين مش موجود في الفرقه اساسا، وبص التغيير بتاع المراكز. انت عايز ايه؟ انت بص يا ايمن، كل الحاجات بتقول لك ان النادي الاهلي النهارده ده غير خاني. لو غاب منه 2 نجوم يتاثر، صح. لو اتغاب منه 3 ممكن يبقى على المحك. لو غيرت في طريقه لعبك او في شكل فرقتك انت ممكن تخسر. انما النهارده لا، الموضوع مختلف جدا. النادي الاهلي النهارده بيدي رساله ثانيه خالص، بعيد عن الدوري، بعيد عن الارقام، بعيد عن كل حاجه. النادي الاهلي كل لعيبته نجوم، كل لعيبته لما بيقولوا هنلعب لما بحتاجك بلاقيك، وبلاقيك دايما في احسن حال. جماهيرك كل لعيبته بتحرج المدير الفني، تحرج احلى حاجه دي احلى حاجه للمدير الفني. جميل يعني بص يا ايمن، انا دايما بشبهها بحاجه، مدير فني بيبقى محتار يلاعب مين، ولا مدير فني مش لاقي حد يلعبه. لا طبعا انا محتار الاعب مين، وبعدين وقت ما هلاعب حد التاني مش هيتقمص ويتكلم. الموضوع ده مش موجود في النادي. لا 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 صح. واعمل مشاكل لا لا، الموضوع ده بره خالص. انت صح. لا انت في حته ليك وعليك، تلتزم تبقى في مكان تاني خالص، صح. تبعد عن الطريق الصح، لا يبقى انت مظبوط بره. لا في حاجات مش موجوده فعلا زي ما انت قلت. في حتى ان شاء الله كوره لمحمد ممكن نشوف بيشمله على كتاف كهربا، هو عايز فجت من فوق الجول، فكهربا بص له قال له والله بلعب. هي دي يا ايمن الروح اللي دايما بتفرق حتى مع لعيبه النادي الاهلي. سيبك ان روح الفريق كله، لكن روح اللعيبه نفسها مع بعض. صحيح. انا عايزك تبقى كويس على فكره، مش يعني ببقى في نفس المكان، صح، في منافسه، بس انا عايزك كويس. يعني لما تيجي تلعب وانت هتلعب النهارده، لا انا بتمنى لك تبقى كويس وفعلا من قلبي. في حاجات يا ايمن والله بجد في النادي ده لا انت في حته ثانيه خالص خالص خالص. الف مبروك النهارده. الحمد لله. الشكل الحلو ظهر بين لعيبه النادي الاهلي، الشكل ككل كده. لا رساله جديده النهارده، وبطوله محسومه، وطبعا بطوله محسومه، لكن رساله النهارده صحيح. ان ده لعيب النادي الاهلي، اي لعيب النادي الاهلي يلبس التيشيرت الاحمر ده هو عارف هو لابس ايه. مباراه ولقاء مع كريستو